طبعا انا زيكم كنت اول ما بسمع الصوت ده بتجنن. كنت بشوف الجنارك ده او النوع من انواع النبات او الفاكهه دي على النت، كنت بتجنن من صوت القرمشه. فبقالي بصراحه سنتين نفسي اجربه، نفسي اعرف طعمه ايه. فبصراحه انا وصيت حد عليه، وحد غالي عليا قوي. اول ما شافته جابت لي على طول منه، جابت لي ده 2 كيلو كمان. فانا بشكرها بصراحه من خلال الفيديو ده. تعال نشوف بقى الجنارك ده طعمه ايه، وهل هو فعلا يستحق الضجة والفيديوهات اللي بتتعمل عليه على النت. هنشوف. اول حاجة هنا انا بدأت افتح طبق من الاطباق دي، وبدأت ان انا انقي الكبيرة على اساس ان الكبيرة كده هيكون طعمها حلو. طبعا بيتغسل الاول، بنغسله الاول كويس جدا. هو لونه اخضر زي ما انتم شايفين، ومقرمش كده، ماسك كده ملمسه كده عامل زي الزيتون الاخضر اللي احنا بنخلله في نهاية الصيف. فانا هنقي كده شويه، وطبعا هغسله الاول كويس جدا، وبعد كده هقول لكم رايي فيه بمنتهى الامانه. الجنارك ده نوع من انواع الفاكهه اللي هو البرقوق قبل ما يستوي او قبل ما يكتمل التسويه بتاعته. السوريين واخواتنا اللبنانيين والسوريين معروف عندهم قوي وبيحبوا جدا. طبعا جبت شويه هنا من الملح الابيض وغمسته كده. هما بيقولوا ان هما بيعصروا عليه ليمون، لكن انا ما حبيتش بصراحه اعصر عليه ليمون. وهنا بقى بدات ان انا اجربه. هو بصراحة يا جماعة عامل زي الليمون الأخضر، كأنك ماسكة ليمونة خضرة صغيرة وناشفة، نفس الطعم، بس في الآخر فيه مرارة كده. معجبتنيش، لكن هو طعمه حامض حامض بزيادة، حموضة. آه، يعني محدش يستحملها. فأنا بصراحة مش عارفة هما بياكلوه ازاي، فما عجبنيش خالص، ما عجبنيش ابدا بصراحه. طبعا كتر خير اللي جابته لي كل حاجه، بس بصراحه ما عجبنيش ابدا. هي ممكن يكون الاكل اذواق، هو الاكل اذواق في الاخر، ممكن هم يكونوا بيحبوه، بس انا بصراحه ما تقبلتش طعمه. فبصراحة طبعا مش هرميه. انا يعني حاولت ان انا اديله فرصة تانية، بس بصراحة ما عجبنيش ابدا. حاولت اعصر عليه ليمون، حاولت ارش عليه ملح، لكن ما تقبلتش طعمه. بصراحة انا في الاخر بقى خللته، وهوريلكم برضو نتيجة التخليل بتاعه، هل هيبقى زي الزيتون الاخضر ولا لا. ودي تجربة الجنارك ورأيي فيها منتهى الامانة. هقول لكم على سعره بالظبط وعلى مكان اللي انا جبت منه، هو متواجد في المنصورة. هسيب لكم برضو سعره بالظبط عامل كام بالظبط، او الكيلو بكام، والمكان اللي انا اشتريته منه او اللي جالي منه بالظبط في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف باذن الله تحت الفيديو على طول. دي كان الفيديو بتاعي النهارده، تجربه بقى الجنارك اللي هبلون عليه على النت وعاملين له فيديوهات كتير. لو عجبتكم فكره الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، واكتبوا لي في التعليقات اي حاجه عاوزين تجربوها، وهقول لكم رأيي فيها بمنتهى الأمانة. نتقابل إن شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير. أسيبكم في أمان الله وسلام.